الآن الكذب مما يدل على الكذب كثرة الحلف. زول يقولوا له عملت كده، والله ما عملت، ما علفه، ما لك بتحلف ليه؟ وقبال يقولوا له والله ما عملت، أسأل فلان وأسأل فلان، بلا بقول كده. ده غالبا أوضاعه ما تمام. لذلك شوف سورة يوسف، واستبق الباب، بعدين وألفيا سيدها لدى الباب. أنا دايرك تشوف كلامه وكلام يوسف عشان تستدل به على معرفة أحوال الناس. طبعا المفاجأة إنه زوجها عند الباب وهي لابسة متزينة تب، يعني ما لابسة لا شمامير حقات مطبخ، لا لا. هسه طبعا إلا من رحم الله نساء هذا الزمان، الزوج بيجيب الثوب ويجيب الملابس ويجيب الحاجات السمحة ذيل المعرض. أول ما يكون في عرس بتجي مارقة، هو كان نظره ضعيف يقول لي ولد يا ولد المرة دي ما عرفتها، مرة ثلاث، يقول لي يابا كيف ما عرفتها دي ما أمي فلانة، سبحان الله والله ما عرفتها. ليه؟ هما بيلبسوا له الشمامير حقات القمامة وحاجات ديل لبسي ما معلوم لبسي الشاهد اللي بيجيبه ويشتريه ده معروضات برا، ناس الحله والاعراس، اما جوا ما. وده غلط، ده عكس القضيه تماما. المراه وقت تمرق برا تمرق ما مزينه، تلبس اي كلام يعني حاجه نظيفه لكن ما زينه في نفسها. الزينه والسماحه والجمال ده كله لمنه لهذا الزوج. هنا عكسها الموضوع. السعادة أي واحدة من الصباح تقوم تلبس وتجهز، معناها شنو؟ الليلة أمك دي الليلة طريانة محل، هو مسكين ما لا حظ له في هذا.